في كمية منشورات نازلة على الفيس اليومين دول بطريقة غريبة، شغل نصب علني والناس مش واخدة بالها. بينزل لك زي باقات كده ويقول لك ابعت لي 500 جنيه وانا في خلال ساعة اخليهم لك مش عارف 4850، ومش عارف لو بعت 800 يبقوا كام. ادي ده شكل الباقة اللي بتنزل لك على الفيس. اول ما بتشوفها بتروح داخل على ايه؟ على الصفحة، تكلم الراجل تقول له طب انا لو بعت لك الفلوس ايه اللي يثبت ان انت هتحول لي الفلوس؟ يقول لك ادخل يا باشا على التعليقات، يا باشا ادخل على التعليقات بتاعت المنشور وشوف كمية التعليقات قد ايه. تدخل على التعليقات، بص التعليقات شكلها ايه، اللي يقول لك ده راجل محترم والناس دي مضمونة وفعلا الفلوس اتحولت لي. طبعا انت تبدأ ايه؟ الحمد لله، ده ثقة. انت كنت فين يا عم من بدري يا عم؟ ده انا بدل ما احول لك 500 احول لك 10000 جنيه. ال 10000 يعملوا لهم كام دلوقتي؟ يمكن يعملوا لهم 30000 ولا 40000 عندك. تروح انت باعت له ايه؟ باعت له الفلوس، ومفيش اول ما توصل له الفلوس تلاقي البلوك ايه؟ سكعك يا حاج. يبقى ضاعت فلوسك يا مين؟ يا صابر. لعقلك يا اخوانا، الراجل ده لو عايز يفيد ما يفيد نفسه. هو انتوا مثلا من بقية عيلته عايز يخليكوا تكسبوا؟ مش فاهم يا اخي الناس دي عقولها راحت فين؟ تحول لواحد انت ما تعرفوش، يعني انت بتحول له فلوس وانت اصلا ما تعرفوش. التعليقات دي كلها فيك يا اخوانا، ناس تبعه لازم تكتب له كام كلمتين حلوين كده هوت عشان تخش انت تثق فيه وتروح باعت له الفلوس. انا بحذر الناس من الصفحات ديت. اي حد يشوف الصفحه دي قدامه يعمل لها بلاغ مباشر على الفيس، علشان خاطر ان الفيس يعرف ان الصفحات ديت صفحات احتيال. وتاني حاجه اعمل مشاركه للمنشور على قد ما تقدر عشان اللي مش عارف يعرف وتبقى عملت فيه خير. وتالت حاجه، اي حد هينصب انا مش هسيبه، انا قاعد للناس دي بالذات. كده انا عملت اللي عليا. سلام.